حبينا نسوي هاي المبادرة عشان نخلي مجتمعنا يجي على الجمعية المركز، على الجمعية الأم. حبينا ندعي كل الفروع يلي بالمملكة إنهم يجوا. مبادرتنا بتتضمن منتوجات يدوية كلها ومأكولات مبدعات ناعور. حبينا نوصل للناس شغلنا وشغل شبابنا وشغل بناتنا شو بيطلع في إيدهم يشتغلوا، وحبينا نجمع مجتمعنا يوم لو بالشهر. احنا مبادرتنا راح تكون كل أول خميس من كل شهر، فحبينا نسوي هاي المبادرة وبدنا نعمل مسابقات وجوائز. طبعا مسابقاتنا وجوائزنا راح تكون مجانية عشان نخلي الكل يقدر يجي والكل يشارك معنا بالمسابقة. وأهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. فكرة البازار حلوة، وإنه حلو إنه يعملوها كل شهر، إنه كمان تشجيع للناس. مثلا حد بده يبدأ مشروع وهذا بده هيك. والأشياء اللي عاملينها هون إنه أشياء مصنوعة يدويا. هي عندنا هون أساور، عندنا أكل يعني، وإن شاء الله يعجب الناس الجايين. يلا على جمعيتنا، مبادرة محترمة جدا من سيداتنا الفاضلات وأخوتنا اللي أعمالهم في المنزل حرف يدوية في المنزل، قدرات ومكانات ممتازة جدا منهم عم بيعرضوها هون. احنا مهمتنا في الجمعية نفتح نافذة تسويقية لكل من ينتج في بيته. يلا على جمعيتنا مبادرة مش مهمتها التسويق فقط، مهمتها تجمع المجتمع بأفراده، بأعماره، أطفاله، شبابه، كباره وصغاره، رجاله ونساءه في الجمعية، في الحاضنة، في الأم، حتى يشوفوا بعضهم، يقعدوا مع بعضهم، يشوفوا شو بيعملوا، شو بيقدروا ينتجوا. بناء على هاي المبادرة إن شاء الله يا رب نتقدم لقدام، نعمل إشي أكثر، بنحاول نسوق بطريقة أفضل حتى سيداتنا الفاضلات يستفيدوا أكثر وجمعيتنا إن شاء الله تستفيد أكثر.